السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن الشياع في الأغنام أو طلب النعجة للعشر أو طلبها التزاوج. طبعا في علامات بتظهر على النعجة إن هي طالبة العشر أو عاوزة تتجوز يعني. طبعا اول يعني علامة بتدل على كده ان هي بتبقى طالبة الخروف، ان هي بتقف للخروف ما بتجريش منه. طبعا لو هي عشر او مش طالبة التزاوج بتجري من الخروف اول ما بيجي جنبها او بيشمها بتطلع تجري منه. طبعا دي بتقف له، بتفضل واقفة له، بيطلع بينط عليها او بيقفز فوقها او بيجي يشمها او بيخبط فيها برجله او اي حاجة، بتبقى واقفة له عادي، مفيش اي خوف او بتجري منه. طبعا في علامات تانية اللي هي احمرار الحياة، او اللي هو الحياة بتاعها يبقى محمر كده او لونه وردي ومتورم شوية او منتفخ. في افرازات بتنزل منها، طبعا افرازات مهبلية. طبعا كل ده اللي هو اللي بيعمل الريحة اللي الخروف بيشمها بيعرف النعجة دي طالبة العشر، وبيخليه وراها وبيتجوزها يعني عشان تعشر منه. طبعا دورة الشبك عند الأغنام كل 17 يوم بتحصل دورة شياع. كل 17 يوم، ممكن تزيد يوم أو تقل يوم أو يومين، بس المدة تقريبا 17 يوم. بعد ما بيتم التزاوج بتستمر الفترة دي لحد مدة 30 ساعة، يعني يعني يوم وست ساعات كمان. بتستمر لمدة 24 ساعة، 30 ساعة قصدي. بيحصل فيها التزاوج، الخروف بيعشر النعجة فيها. طبعا انت عشان تعرف ان هي مسكت يعني العشر او بقت حامل او يعني مسكت العشر دوت ولا لأ، بتستنى بعدها 17 يوم ان ما حصلش دورة شياع تانية. إيه، خلاص كده النعجة دي تبقى عشر، يعني انت من تاريخ التلقيح بتاعها او تاريخ التزاوج انت خلاص شفتها النهاردة طالبة العشر والخروف ماشي وراها. وطبعا دي اهم علامة ظاهرة، لان طبعا عندك النعاج بتبقى اللية بتاعتها مغطية الحياة بتاعها مش زي الماعز، فانت مش بتشوفها لما تمسكها وترفع اللية وكل ده. فطبعا انت ما بتشوف الخروف خلاص ماشي وراها بيقفز فوقها او يعني بينط عليها وهي واقفة ومفيش اي حاجة او اي خوف منها. زي ما انت شايف في الفيديو الخروف ماشي وراها، في وقت ما بتمشي بيقف جنبها ومفيش اي خوف. خلاص ده علامة اللي هي النعجة دي كده طالبة طالبة العشر. فخلاص انت بتسجل تاريخ التزاوج ده. طبعا خروف الطلوقة او الكبش اللي عندك انت بتبقى عارف اللي هو كبش مضمون وبيضرب لوحده وشايفه، او هو لسه يعني ده انا لسه شاريه جديد، ولكن انا شايفه عند صاحبه بيضرب لوحده. كان عند غنام يعني وبيضرب لوحده. انا كنت شاري الغنم ده كله عشر فما كانش عندي كبش، فلما اشتريت الكبش شايفه يعني جايبه بالضمان من عند صاحبه بيضرب لوحده، فخلاص مفيش اي مشكلة. طبعا معنى كلمة بيضرب لوحده يعني بيلقح النعجة لوحده أو بيتجوزها لوحده بدون أي تدخل منك كمربي. يعني ما بتتدخلش. في ناس بتبقى معودة الخروف إن هي لازم تمسك له النعجة آه، وترفع اللية أو تدخل له هي العضو بإيديها عشان يلقح النعجة. في خروف بيبقى متعود على كده، وفي الكبش بيضرب لوحده، يعني هو صاحبه معوده او اللي كان عنده معوده اللي هو طبيعي من نفسه بدون اي تدخل منك. او ممكن تمسك له النعجة وترفع له اللية لو هي نعجة سمينة وليتها تقيلة. في جميع الحالات انت اتأكدت خلاص ان هو عشرها، سواء انت شفت يعني وانت واقف او مسكتها له. خلاص بتكتب التاريخ ده عندك
بعد 17 يوم ان ما حصلش دورة شياع تانية، خلاص كده النعجة بتاعتك عشر. وبعد 5 شهور ان شاء الله بيتم الولادة يعني خلاص. طبعا اهم حاجة في الموضوع اللي وجود الخروف وسط الغنم. يعني طالما انت عندك عدد كبير يكون عندك خروف، لان انت لو يعني النعاج ما معهاش خروف انت مش هتعرف. يعني العلامات ما بتبقاش ظاهرة زي الماعز. زي ما انا قلت في اول الفيديو، الماعز بيبقى الحية يعني ديله مرفوع، فبيبقى الحية بتاعه واضح، انت تقدر تلاحظ. انما ممكن يحصل اللي تعدي دورة الشياع وانت ما خدتش بالك، لو انت عندك عدد كبير يعني، او مش ما خدتش بالك، فمش هتلاقي علامات ظاهرية قوي زي الماعز. الخروف وجوده وسط الغنم بيوفر عليك كتير، بيوفر عليك وقت، واللي انت يعني ممكن تنسى او ما تاخدش بالك من دورة الشياع، فتفوت عليك دورة الشياع فتوديها الغنام او واحد صديقك عنده كبش. آه، تقعد عنده مثلا، لازم هي يعني بعد ما تعشر بيسيبها برضو 17 يوم عنده او 20 يوم لحد ما يتأكد اللي هي خلاص ما جالهاش دورة شياع تانية. فطبعا انت في غنى عن كل ده ان كان عندك عدد يبقى معاهم الكبش بتاعهم عندك انت، تبقى ضامن اللي هي جالها دورة الشياع وتم تلقيح. ممكن توديها لحد وما يبقاش مثلا ثقة او يبقى مهمل او كده، ويقول لك خلاص خد النعجة دي عشر، وانت تاخدها وتفضل عندك اللي هي عشر وعمال تأكل وتشرب. وفي الاخر تلاقي بعد شهرين ولا 3 وتلاقي النعجة فاضية، او وكل المدة دي والنعجة فاضية وانت مش عارف، وعمال يجي لها دورة شياع وانت مش عارف. فالافضل طالما عندك نعاج ولدت وخلاص فاضية، اللي انت تجيب الخروف عندك، سواء يبقى بتاعك انت وتشتريه او تجيب خروف من شخص صديق ليك مثلا ما عندوش يعني اغنامه معشرة وكده وما عندوش حاجة، فتجيبه عندك تقعده عندك شهر مثلا يعشر النعاج بتاعتك. الافضل طبعا إن كان في عندك الامكانيه الماديه، وهي اعتقد ان هي حاجه مهمه جدا، اللي يبقى عندك الخروف بتاعك انت، تبقى انت اللي شاريه بفلوسك عندك، ملكك بتاعك موجود عندك وسط الغنم. النهارده في نعجه جالها دوره الشياع هو بيعشرها، بعدها باسبوع باسبوعين بيجي دورة شياع لنعجة تانية بيعشرها، وبيبقى موجود عندك على طول في أي وقت ويبقى بتاعك. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، وربنا يرزق الجميع بالخير. في نهاية الفيديو بقول لكم ما تنسوش عمل اللايك للفيديو والاشتراك للقناة وعمل شير للفيديو عشان ناس كتير تستفيد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.